ممكن تفهمني شو اللي عملته؟ ليش ساكت؟ ما بشي، بس أنا هيك حبيت أضل لحالي. قوم معي قوم. وين؟ على البيت. اخواتك قلقانين عليك كتير. نهى ما داومت اليوم بالجامعة، وسلوى قاعدة قدام التليفون، وكله مشان حضرتك ترضى. شو بالنسبة لفؤاد وللعمال؟ يعني رح تفصلون؟ بعدين بنحكي بهالموضوع. قوم معي قوم. يلا بابا يلا قوم. لك شبك ليش هيك عم تطلع فيي؟ قوم. تعال بابا تعال يلا تعال قوم. قوم الله يرضى عليك. امشي بابا امشي. شو بدنا نعمل بعد ما ابنك ترك الشغل هلا؟ وكليها لله يا بنت الناس، الله ما بيقطع حدا. لا اله الا الله، بس لازم تحكي معه انت. فراس ما بده حدا يحكي معه، من يوم ما ترك المصنع هو بدور على شغل. لا اله الا الله، وليش لا يدور على شغل؟ ما يرجع على المصنع بشغله. ابو نعمان ما بده يرجعه، وابنك فاهم هالحكي. لا هذا حكي، ليكو ابنه لابو احمد صار له يومين عم يداوم وعم يقول انه يمكن يرجع هو وجماعته، بس ابنك ما بيعرف يتصرف. بعدين بدي اقول لك ابو نعمان شو صاير له؟ شو نسيان انه هو منا وفينا من الحاره طالع؟ طيب ابنك بيسمع كلامك، احكي معه انت. رح احكي معه، بس انت لامتى بدك تضل تارك لهم الحبل؟ واحد صاير ما بيتعرف علينا غير لما بده يجي ياكل وينام، والثاني مو عرفان يتصرف ولا عرفان مصلحته وراكد لي ورا فؤاد اللي بده يدمره. شو هالحكي هاد؟ بعدين هاتي لي الشاي يا بنتي. حاكم هالولاد سرقوا 4 حبات بسكويت من البسطة. يو وعماد شو شغلته؟ أنا بعرف. قال استغفلوه وسرقوه. يعني يا بابا أنا مالي عرفانة أنت شو بدك بوجع هالراس. عنا سيارة تاكسي والمصاري اللي عم بيطلعوا لنا منها بكفونا وزيادة. يعني بابا أنت صرت بعمر لازم تقعد بالبيت وترتاح. انتي واخوكي مين بده يبعث له مصاري؟ يعني يا بابا ليش أنت المصاري اللي عم تبعتهم عم بيوصلوا؟ بس انت شو عم تحكي؟ ما في شيء، رح أجيب لك الفطور. شو شايفك مليت من القعدة؟ صار لي من الصبح بدور على شغل بس على الفاضي. شبك؟ وانا بدور على شغل قريت اعلان على مدخل فندق شعبي بدهم عامل نظافة. دخلت على المسؤول وسألته عن طبيعة الشغل، ما راح تصدق شو قال. الدوام 12 ساعة من 10 الصبح ل 10 بالليل. مش هون المشكلة. المشكلة بدهم واحد معه بكالوريا. وانا ماشي تبادر لذهني ان الدنيا بالوقت الحالي مثل الام اللي فقدت ابنها فجأة وبلشت ترمي اولادها هون وهون. يا فؤاد اللي بيصير علينا جنون، فعلا جنون. ما في قيم، ما في حدا عنده استعداد يشعر مع غيره. الكل تايه. فكرك الوضع هيك ولا انا ببالغ يا فؤاد؟ يا عماد ان شاء الله اليوم ما حدا استغفلك وسرق منك شيء. لا عم مازن لا يهمك. عفاك عفاك يا شاطر. تعرف ليش انا بثق فيك وما بأمن سلم هالبسطة الا الك؟ لانك اذكى ولد بهالحارة. انت مثل ابني مازن، بس مازن كان الاول على صفه، وانت كمان بدي اياك هيك الاول على صفك. واذا الله عطانا عمر راح خلي ابوك يسجلك بالجامعة. بتعرف ليش؟ مشان تطلع مهندس مثله، مثل ابني مازن، بس على شرط انك ما تسافر لبرا، ها؟ وتكمل دراستك هون بالشام. بتعرف ليش؟
من شان ما تحرق قلب ابوك على غيابك. ايه يا ابني، روح ابني، روح للبيت يلا. الحمد لله رب العالمين. يلا مسكه يلا علكه. شفت حدا من العمال؟ لا، ليش عم تسأل؟ شفت أحمد وبقول لي احتمال يرجعون على الشغل. ما بعتقد. ليش؟ اللي ضلوا معنا يا دوب 4-5 عمال، يعني ممكن المصنع يستغني عنهم بسهولة. بعدين ما في أي سبب يخلي أبو نعمان يرجعهم، بالعكس من مصلحته إنه يفصلهم مشان ما حدا من العمال يفكر يتمرد على ظروف العمل. بس جودة حكى لهم غير هيك. شو حكى لهم؟ يعني نفهمهم إنه ممكن خلال فترة يقنع أبو نعمان ويرجعهم على الشغل. أبو نعمان هذا داهية، ما بيكتفي بفصل العمال، لا بده يمرمطهم، وبنفس الوقت بيعطي العمال التانيين درس ما ينسوه. كيف؟ واضحة. لما عمال المصنع بيشوفوا رفقاتهم رايحين جايين عم يترجوا انه يرجعوا على الشغل، ما حدا منهم رح يرفع راسه او يعترض على اي شيء. مو شايف انك بتبالغ شوي؟ يا صاحبي انا لا عم بالغ ولا شيء، المسألة واضحة. طب بجوز ابو نعمان بده يعذبهم شوي بعدين يرجعون على الشغل. خلينا نفرض انه هذا الحكي صحيح، مع انه بالنسبة إلي غير وارد. مفروض العمال ما يهينوا حالهم بالروحة والرجعة. كرامة الانسان اهم من لقمة العيش، ولا انت مو معي؟ طبعا في النهاية الارزاق لا بيد ابو نعمان ولا بايد غيره. كأني حاسك مو مقتنع باللي عم تحكيه. بيني وبينك مو عارف، حاس حالي تايه، مو قدران اخذ موقف من اي شيء. معقولة وضعك متأزم لهالدرجة؟ فؤاد، ما انت عارف انا اللي بصرف على البيت، ويا ريت المسألة وقفت على المصروف وبس، لازم سدد اقساط البنك كمان يا فؤاد. اقساط شو؟ ما انا اخذت قرض من البنك مشان العملية بابا. طب صبحي ليش ما بدفع معك؟ صبحي من حد ما اشتغل ليرة واحدة ما دفع للبيت. واضح لحد هلا انك مالك قدران تستوعب نفسية ابنك. الله يرضى عليك يا خليل، أنا مالي جاي لعندك لحتى تقعد وتنظر علي، بكفيني سلوى. أنا جاي لعندك على أمل إني لاقي إنسان واحد بهالدنيا يسمعني. يا سيدي ولا تزعل، هي أنا سامعك. يا أخي وضع نعمان مأزمني لدرجة بحسسني إني راح بترك الحياة بدون ما أترك حدا يخلفني. تعرف أنا مرارا فكرت أتزوج على أمل إنه يجيني ولد يخلفني، يحمل اسمي، يحمل مبادئي وأفكاري وأقدر أعتمد عليه. هي فكرة مجنونة طبعا، بس يا أخي وضع نعمان محبطني لدرجة إنه بيحسسني إني ما بقدر أشوفه أو أسمع كلامه، يلي بيحسسني دائما إني كل شيء عملته بحياتي عبارة عن كلام فارغ وما له أي معنى وما له أي قيمة. يا أخي أنت مو خاله، احكي معه، بركي بيقتنع منك. فهمه إنه الحياة مو مثل ما بيتصورها هو. أنت بتعرف إنه نظرتي لنعمان تختلف عن نظرتك له، مشان هيك أنا بفضل كون حيادي. هذا اللي شاطر فيه أنت، كل ما بحكي معك بتقلي خليني حيادي. شو بدي ساوي لك؟ طريقتي بالتعامل مع نعمان أنا متأكد إنها ما رح تعجبك، لذلك أنا بفضل إني ما أتدخل. أصلا أنا الحق علي، كان لازم أعرف من البداية إنك أنت ما في من وراك فائدة. خاطرك. لحظة شوي. شوفي، أنت شكلك هيك مو عاجبني، صحتك متدهورة شوي، فوت خليني أفحصك. لا بعدين هلا مستعجل. لا قطع يا رجل، لا تخاف، ما رح ناخذ منك كشفية، بعدين صار لك أكثر من 2 ما فحصت حالك. ماشي الحال بس بسرعة. إيه، من وقت تعرفت عليك وأنت لاحق الدنيا. فوت. تفضل. اهلا. اهلين، كيفك انس سلوى؟ تفضلي. شو؟ وين الغيب؟ ان شاء الله بخير. انت مو شايف انه غريبة تحكي معي بهالطريقة هي؟ انت مشكلتك انك انسانة صريحة زيادة عن اللزوم.
بس ما تفكري انه هذا بزعلني. بالعكس، انا بحب الانسان الصريح. بصراحة أنا مالي مرتاحة. يعني بعد اللي صار بيناتنا غريب تحكي معي بهالطريقة هي. يا ستي انا بوضح لك كل شيء. لساتها سلوى عم تمر لعندك؟ لساتك متضايق من جاياتها لهون؟ يعني ما بتعرف؟ ما انت بتعرف سلوى ما في شيء ما بتحكيه. بس قل لي انت ليش متضايق من زيارتها الي؟ فكرك ما بعرف انك انت اللي عم تغشي لها راسها بهالكلام الفاضي اللي بتقعد بتحكي لي اياه كل يوم؟ معناته انت حاقد علي. عن اذنك. لحظة شوي. خير؟ في شوية فحوصات لازم تعملها. فحوصات؟ ليش شو عملت قبل شوي؟ أنا مو قصدي بالعيادة، قصدي بالمستشفى. طيب شو لزوم الفحوصات؟ يعني حتى نتأكد إنه كل أمورك تمام. خليل، أنا حاسس إنك شاكك بشيء. هلا لا تتوسواس. الفحوصات اللي لازم تعملها هي فحوصات روتينية، يعني المفروض كل شخص يعملها. طالما روتينية بنأجلها، هلا مالي فاضي. ما بتأجلها ولا ساعة. الفحوصات هي لازم تعملها بأسرع وقت. معناتها أنت شاكك بشيء. بصراحة إيه. مرحبا استاذ جودات. اهلين صبحي. طمني، شلون الاوضاع عندك؟ مثل ما شفت بعينك الكل ساكت، حتى بوقت الاستراحة ما حدا بيحكي مع حدا، الكل بحاله. عظيم. شو بدي لك؟ انت ناوي تضل هيك؟ يعني ناوي تضل هيك مجرد عامل؟ ما فهمت عليك. يعني ما بتطمح لشيء افضل؟ شيء افضل مثل شو يعني؟ يعني وظيفة راتبها اعلى، ميزاتها اكبر، فيها مزايا كثيرة اكثر من الشغل اللي عم تشتغله. ومين ما بحب هيك شيء؟ بس بشعر انه الشيء المهم لسه ما حكيته. احكي. بيعجبني فيك نظافة مخك. انت عم تذكرني بحالي. شوف صبحي، انا كنت مثلك تمام، بس خلال 3 سنوات حسنت تصير ايده اليمين لابو نعمان اللي ما بيستغني عنها. بس بدي حذرك من شغله، اذا حاولت تستعمل ذكائك ضدي بحطمك وبتخسر كل شيء. فهمان؟ فهمان استاذ جودات، فهمان منيح. شوف صبحي، نحن قدامنا هلا فرصة ذهبية. نعمان وفؤاد اللي كانوا واقفين بوشنا راحوا. إذا استغلينا هالفرصة هي رح نستفيد كثير. فاهم شو بتقصد، بس ما تنسى انه ابن نعمان لساته موجود. ابو نعمان هلا معتمد علي بكل شيء، يعني ممكن ساوي كل شيء بدي اياه بدون ما يحس. مالك شايفها غريبة انك تكشف حالك قدامي وتقول لي كل شيء؟ مالك خايف اني احكي لابو نعمان؟ انا واثق انك ما رح تساوي شيء بنوب، مو لانك انسان ثقة ومخلص، لا، لانك انسان ذكي وبتعرف انه مصلحتك معي. شغلة ثانية، انا اللي بمخي هون بحاجة لواحد مثلك تمام. شو هي اللي بمخك؟ اسمع لنا. انت شو قاعد عم تعمل؟ نسيت ليش تعرفت على سلوى؟ نسيت ابوك يا جميل؟ ايه بس سلوى ما إلها ذنب باللي صار. ايه سلوى ما إلها ذنب، واخرتها شو يا جميل؟ انت ما ممكن تنسى اللي سواه بابوك. انت بموقف ما بتنحسد عليه. شو صار معك؟ ممكن اسألك سؤال؟ سؤال؟ شو هو السؤال؟ انت ليش طلبت مني انا اللي اتفق مع التاجر؟ شو المشكلة؟ المشكلة انه انا اللي راح اكون بالواجهة. يعني اذا البضاعة اللي راح نبيعها على حسابنا للتاجر المسكت انا راح اروح فيها. بفهم من كلامك انك ما رحت عند التاجر اللي حكيت لك عنه؟ لا، رحت واتفقت معه. لكن شو المشكلة؟ المشكلة مثل ما قلت لك، انا راح اكون بالواجهة مو انت. المعنى؟ يعني نسبة 20% اللي اتفقنا عليها ما بتوفي معي بنوب. شو صبحي؟
بلشنا نطمع من هلا؟ انا بصراحه ما بوفي معي غير هيك، خاصه انه انا رح انضر مو انت. كمان انت بتعرف منيح انه بدوني ما بيصير شيء بنوب. يعني انا بكل بساطه ممكن استغني عنك واتعاون مع واحد تاني غيرك. يا سيدي انا ما عندي مشكله، عن اذنك. عود عود، وين رايح؟ 50%، اقل من هيك ما بقبل. شبك ليش ما عم ترد؟ ما في شيء بابا، قلت لك انا ما عندي شيء اقوله اصلا. انت اكيد مفكرني انسان قاسي وما عندي مشاعر وما بحس بالاخرين. اذا كنت انت بتشوف ابوك هيك معناتها انت لساتك ما بتعرف ابوك على حقيقته. انا مثلك يا ابني يا نعمان، مثل كل الناس، عندي مشاعر، بحب، بحس، بكره. بس انا بختلف عنك وعن غيرك بشغله واحده وبس، هي اني انا بعرف بتحكم بمشاعري وعواطفي وبوجهها التوجيه الصحيح ومثل ما بدي. مشكلتك يا ابني يا نعمان انك انت بتثق بكل الناس، وهذا الشيء غلط غلط قمة الغلط. الحياة يا ابني ما بينفع فيها الانسان الطيب يلي مثلك. خلاص بابا خلص خلاص ارجوك، انا ما عدتني اتحمل. اصلا كل المآسي اللي عم تصير بس لانه ما في حدا بيحاول يكون انسان يحس بالاخرين بابا، ويعطيهم بدون ما ينتظر منهم اي مقابل. انا لما اشتغلت عندك بالمصنع كانت اول مره بحياتي بحس فيها انه ابي قاسي، مو بس علي، لا علي مو مشكله، بس على العمال وعلى الموظفين وعلى الكل بالمصنع. اختلفت عليه كثير، حاولت اكثر من مره اقول لك رايي بس انت ما كنت تسمع، ما كنت ترد علي، او حتى احيانا كنت تسمع وما تعطيني جواب ولا قرار. عشان هيك ما كنت ارتاح، كنت تقمعني وكنت خاف منك. اسكت واسكت واسكت. وبعدين بابا، المرة الوحيدة اللي قررت واجهك فيها واقول لك رأيي طلعتني صغير، صغرتني كثير، مو بس قدام نفسي، لا حتى قدام العمال والموظفين. انت بتعرف شو معنى هالشيء. خلص بابا، انا هلا ما بدي منك شيء، بس اذا سمحت بابا اتركني بحالي، خليني ولو مرة واحدة بحياتي قرر اعيش مثل ما انا بدي. واذا حبيت تنسى كل الحكي اللي انا حكيته كمان ما في مانع، انسى. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمر شو بدك؟ لا تؤاخذني، ما كان قدامي غير اني اجي لك. احكي شو بدك، ليش جاي؟ صار لي من امبارح عم بطلب من السيد جودة اجازة 3 ايام، بس ما عم بيقبل. بيقول لي اذا بتاخذ اجازة ما ترجع المصنع. وانت جاي لعندي لحتى اعطيك اجازة مو هيك؟ يعني اذا سمحت. انت بتعرف انه نحن مزنوقين بالشغل، بتعرف ولا ما بتعرف؟ ايه بعرف، بس شو؟ خلص ولا شيء. انا لما اشتغلت عندك بالمصنع كانت اول مره بحياتي بحس فيها انه ابي قاسي، علي مو مشكله، بس على العمال وعلى الموظفين وعلى الكل بالمصنع. انت مشان شو بدك الاجازه؟ مرتي صار لها يومين بالمستشفى، اولادي صغار لحالهم. امبارح لولا الله ستر كان حرقوا البيت، وانا عم برجع متاخر، ما بقدر اروح شوف المرة ولا بقدر دير بالي على الاولاد. ماشي الحال، روح لعند جودة وخليه يعمل لك اجازه. انا كنت متاكد انك ما راح تكسفني. عن اذنك. الله معك. تفضل. مرحبا. اهلين انس السلوى، تفضلي. ممكن تقلي شو هاد؟ ماني فاهم شيء، هذا اعلان عادي، انا شايف شيء غير طبيعي. هذا اعلان لمصنع النعمان، ومكتوب بالخط العريض اسم احمد خليل النعمان. ماني فاهم شيء. قصدك تقولي انه المصنع هذا لوالدك؟
مو هيك؟ بدك تفهمني انه هلا عرفت؟ شو انت متضايقة؟ شو المشكلة انه ابوك ينشر اعلاناته عنا في الجريدة؟ بس انا هلا عرفت ليش انت غيرت موقفك معي. بابا لما عرف المشكلة اللي صارت بيني وبينك اتصل فيك وعرف عن نفسه وطلب منك تنزل له اعلان وبالخط العريض وصفحة كاملة، واكيد اتفق معك على اعلانات كتير، يعني رشاك. انت رحت لبعيد، بعيد كتير. صحيح اعلان زي هذا ممكن يجيب للجريدة مبلغ محرز، ولكن ما في داعي تكمل. انا ما بشرفني اشتغل مع واحد مثلك، عن اذنك. كيفك سلوى؟ الحمد لله. وينه نعمان لك؟ نعمان جوا. شبك سلوى؟ شايفك مع بعض. لا ما في شيء. تحب نادي لك له ولا تفوت لعنده؟ لا أنا بدخل لعنده. شكلك كأنك حابب تقعد لحالك. يعني بجوز. أهلين بابا. جيتوا الله جابك. خير؟ بابا نحن مو اتفقنا ما تتدخل بحياتي؟ ممكن تفهميني شو القصة؟ يا بابا أنت مصر تتدخل بحياتي. أنا لما حكيت لك عن المشكلة اللي صارت بيني وبين رئيس التحرير ما قلت لك تتدخل بأي شكل من الأشكال، بس أنت هيك باللي عملته خليتني أتخلى عن كل شيء حققته بالسنتين اللي مضوا. بفهم من حديثك إني أنا غلطان. ماشي الحال، هلا مالي فاضي لك. في عندي أوراق مهمة بدي أروح أخذهم. فؤاد ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. ولا لا؟ بلا أحسن. ولا ليش بلا؟ أنت شو بدك مني؟ ممكن توضح سؤالك؟ إيه ممكن. يعني أنت ليش حتى تكون مختلف عن الآخرين؟ ما كل الناس تعمل علاقتها مع بعضها بناء على مصلحتها وبس، وأنت أكيد لك مصلحة معي. شو هي؟ واضح إني أخطأت لما قررت زورك. بالإذن. خلص بابا خلص، أخرتيني عن موعد المستشفى. مستشفى؟ مين بدك تزور هنيك بابا؟ ما بدي زور حدا، في إلي شوية فحوصات وتحاليل بدي أجيبهم. فحوصات شو؟ ما في شيء، كنت عند خالك بالعيادة ونصحني أعمل فحوصات وتحاليل، يعني شيء روتين. يلا خاطرك بابا. شبك قالب خلقتك وشك ما عم يتفسر؟ سلامتك. هذا كله من قلة شغل، بس اللي بيعمل بإيده الله يزيده. خلي رفقاتك ينفعوك لشوف. ايه ان شاء الله تكون تعلمت من هالدرس. ابو زهير جا سأل عنك من شوي. ليش ما خليته يستناني؟ قلت له تفضل، هو ما رضي، شو اعمل له يعني؟ هلا بدك ياني اطرق مشوار من هون لعنده؟ انا متواعد انا وياه انه نلتقى هون. شو بنجم انك موعده؟ بعدين شو قصته؟ صار سائل عنك اكثر من مره. خير؟ ما في شيء، بس ابنه محبوس وبده ياني ادخل واسطه مع الجماعه مشان صالحهم. هلا رح اطرق مشوار من هون لعنده.
قصاصنا مشكل يا ولد. تعال حل سنونك يا ولد. السلام عليكم. وعليكم. اهلا وسهلا نعمان افندي، اهلا نعمان بيك. لو كنا عارفينك رح تشرفنا، كنا زينا الحاره، فرشنا لك سجاد. نعم اخي، شو بدكم من فؤاد؟ ما كفاكم اللي عملتوه معه؟ شو عملنا معه؟ حكى لك شيء يعني هو؟ من غير حكي، شغله واضحه مثل عين الشمس. ابو فؤاد اتركوا الولاد يعيشوا حياتهم، واللي بده يصير يصير. ما حدا بيقلع الجلدة وبيمحي الكتبة. نخير ربك لحي يتفلسف، من شان الله لا تحكي، ولك انت ما بتعرف الطيخ من البطيخ، بعد هيك ها؟ هالدنيا مثل البطيخة، ما حدا بيعرف شو في جواتها، واللي بده يكسرها من شان يشوف حظه يا بيفرح يا بيزعل. ايه نعمان، كيفو ابوك؟ ما مر علينا من زمان. منيح 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 الحمد لله. بس تشوفه قال له مرق لك شي مرقة على الحارة، مرق لك شي مرقة على ابو مازن. طيب. اللي ما له عتيق ما له جديد. طيب ماشي، بدك شي مني؟ لا يا ابني لا، مع السلامة، سلم عليه. أنا شو عاد بدي من هالدنيا؟ أنا ما عاد بدي من هالدنيا غير شغلة واحدة. بدي من هالدنيا إنه الله سبحانه وتعالى يرجع لي ابني بالسلامة وشوفه قبل ما أموت يا رب. شوفي يا خليل، هلك ساعة وانت عم تلف وتدور، احكي شوفي. الحقيقة ما في قدامي خيار، لازم احكي لك، بس اهم شيء انك تتماسك، لانه طريقتك بالتعامل مع الموضوع راح يكون له دور اساسي بالعلاج. شو يعني؟ مرض خبيث؟ مع الاسف ايه. مرحبا بابا. مساء الخير. مساء الخير. شو وينه ها؟ غرفتها. طلعي نادي لبابا، في موضوع مهم بدي احكي معكم. شو هو؟ نادي لاختك بالاول. عود بابا عود. خير؟ ليش طلبت تشوفني بنصاص الليالي؟ في عندك مشكلة شي؟ مشكلة؟ شو المشكلة؟ انت خايف ما هيك؟ ومن شو بدي خاف؟ يعني من انه حدا يشوفنا ولا شي، خاصة انه بلشنا بالجد. راح افترض اني ما سمعت شي من هالحكي الفاضي اللي حكيته. هلا قل لي شو بدك تخلصني؟ ماشي الحال. شوف يا سيدي، نحن اتفقنا مع التاجر نعطيه طلبية كلياتها مرة واحدة، صح؟ صح. طيب شو الضمان انه التاجر بعد ما تصل البضاعة لمخازنه يدفع لنا ثمنها؟ تاجر يا فهمان ما له مصلحة يعمل هيك شيء، بالعكس التاجر بيهمه نسخ فيه لأنه عم يخطط يضل يتعاون معنا. نحن عم نبيعه البضاعة بنص سعر، يعني ما في داعي لهالخوف بنوب. أنا معك، لكن لو سلمنا له بضاعة على دفعتين هيك نضمن أكثر إنه ما يغدر فينا. إذا سلمنا البضاعة على دفعتين الخطورة رح تتضاعف، يعني رح نعرض حالنا للخطر مرتين. ايه والله صحيح، هي راحت عن بالي. استاذ جودة، يعني في شغلة كنت حاب اقول لك اياها. يعني إذا بتقدر تتوسط وترجع فراس للشغل. أنت بتعرف منيح إنه أبو نعمان هو اللي فصلهم. يعني خلص انسى الموضوع، انسى الموضوع. بالبداية يا أولادي حابب أحكي معكم شغلة حاسس فيها من زمان، صار لها زمان عم تقرفني. انتوا ببساطة خيبتوا أملي فيكم. كل واحد منكم عايش لحاله ولحاله بس. ما حدا فيكم فكر فيه بيوم من الأيام أو بالشي اللي بدي إياه.
طبعا هالشي ما بيخليني اكرهكم او احقد عليكم، بالعكس، اصلا الحق علي من البدايه، الحق علي، الحق على رغبتي اني امنكم وامن مستقبلكم. رغبتي هي اللي ابعدتني عنكم وابعدتكم عني. طبعا انا مالي حاططكم وقاعد حتى حاسبكم، لا ابدا، لكن الجلسه في وراها هدف واحد محدد، هو اني انا حابب اعرف كيف رح تتصرفوا وشو رح يكون مصيركم لو انا متت. بعد الشر عنك يا بابا، ليش عم تحكي هيك؟ كنت متأمل منك يا ابني يا نعمان انك تتغير، تسهر على مصالحي وتدير بالك على اخواتك من بعدي، لكن للأسف كنت دائما اتخيب املي فيك. اوعك تفكري يا بنتي يا سلوى اني انا متضايق من تصرفاتك، بالعكس، صراحتك وقوة شخصيتك مهمين كتير عندي، بس كل هالشي ما له معنى طالما ما بتفكري إلا بنفسك وبنفسك وبس، وبتنسي غيرك. هالدنيا يا بنتي ما بنقدر نواجهها لحالنا، لازم يكون في شي حوالينا يحمينا ويوفر لنا الأمان. أخذكن نهى، كيف ممكن تحس بالأمان إذا كل واحد فيكم ما بيفكر إلا بنفسه وبس؟ فكروا بكلامي منيح يا أولادي، فكروا فيه، قلبوه على كل الوجوه، ووصلوا لرأيي. ضروري كتير أعرف لوين رح توصلوا يا أولادي، ضروري. هلا بتعتقد انه صح تخبي عليهم؟ لا تنسى اني مسافر خلال يومين يا خليل، لذلك ما بدي اياهم يقعدوا ينتظروا اللحظه اللي بيسمعوا فيها خبر موتي. لا تفكر بالموت، انا قلت لك في احتمال كبير لشفائك. بيضل احتمال. على كل انا ضد انك تسافر لحالك، يعني لازم يكون في شخص جنبك. أنا ما رح أكون لوحدي، أختي وجوزها وأولادها بأمريكا أكيد رح يكونوا جنبي. أنا مو هذا المهم عندي، أنا المهم إنهم ما يضيعوا من بعدي. أنا تعبت كثير لحتى بنيت اللي بنيته يا خليل. صدقني أنا خوفي إنه اللي بنيته يضيع أكبر بكتير من خوفي من المرض. وبالنهاية الموت حق، وما حدا بيقدر يهرب من قدره. وشو ناوي تعمل؟ لحد هلا ماني عرفان. في هيك فكرة بذهني، ما بعرف إذا كان بتوافق عليها ولا لا. شو هالفكرة؟ أنت بتعرف إنه بالنسبة لكثير من الناس كل شيء ممنوع مرغوب، يعني طالما في شيء الإنسان مو قادر يحققه فراح يسعى بكل جهده إنه يحققه، وهالشيء هاد بينطبق على نعمان بالتأكيد. لحد هلا ما فهمت عليك. أنا بصراحة بعتقد إنه مشكلة نعمان إنه ما وجد فرصة لحتى يمارس فيها وجوده أو قناعاته الخاصة، مشان هيك ضلوا محتفظ فيها. بمعنى آخر، نعمان مو قدران يعيش الحياة لأنه أنت ما تركته يعيشها. لحد هلا مالي فهمان الشيء اللي بدك توصل له. يلي بفترضه هو التالي، إنك تعطي نعمان فرصة
انه يطبق فيها افكاره على الواقع. لانه هي الطريقه الوحيده يلي ممكن تغيره او تخليه ينظر للحياه بواقعيه. ساعتها ممكن تعتمد عليه. عم تفكر باللي انا عم فكر فيه؟ ها؟ شو عم تفكري انت؟ وضع بابا امبارح ما كان طبيعي. فكرك ليش حكى اللي حكاه؟ ما بعرف، فكرت كثير بس ما قدرت اصل لنتيجه. وانت؟ طيب لنفرض اني وافقت على اللي عم تقوله، شو بيضمن لي انه نعمان ما يهدم كل شيء بنيته؟ ما في اي ضمانه. طيب على اي اساس انا بدي وافق؟ لانه ببساطه ما في قدامها خيار تاني. اهميه الموضوع انك رح تحط نعمان امام تحدي. يا اما بيستطيع يثبت انه افكاره صح وممكن تطبيقها، يا اما ببلش بقى يتعامل مع الواقع بشكل مختلف. وبعتقد انه هذا الشيء اللي بدك اياه انت. بس اللي بعرفه انا انك انت ما بتوافق على افكاري. لشو بدك نعمان يتغير؟ هو صحيح انا بعارضك بشغلات كثيره، بس انا مثلك بدي نعمان يتغير. لانه الواقع مو رومانسي مثل ما بيتصور نعمان. انا بيهمني كثير انه يمتلك نظره واقعيه للحياه. اما شو منظره كان بفقع عن الضحك قدام جودة. بس الله لا رده، ما بده غير يعمل لي فيها فهمان. خليه يتعلم هالدرس. ولك انت ما بتستحي على دمك؟ ما بتخجل على حالك؟ عوض ما توقف مع اخوك وترجعه على شغله وقاعد عم تضحك عليه؟ لك شو عدوك؟ شو قصتك انت؟ شو قصتك؟ اسمع لقلك، ابنك هاد طول عمره شايف حاله، وكل هاد مشان شقفة هالكرتونة اللي جابها من الكلية. خليه يتعلم هالدرس، بلكي يبطل هالنفخة الكذابة. معناتها انت بتحسده وغيران منه. لا غيران ولا شيء. أنا راجع من الشغل تعبان ومهدود حيلي. روح، يا ريتني جبت كنقر عواضك.
لازم اسمع كلامك وما اروح، لكن عمري ما بتعلم. شعرت وانا واقف قدام جودة اني ولا شيء. المصيبة اني رحت وقت ما بلشت استراحة العمال، الكل وقف، الكل قاعد يتفرج علي. تمنيت لحظتها الارض تنشق وتبلعني. لحظة كانت قاسية، قاسية كتير. حسيت اني بكره نفسي، بكره نفسي لدرجة اني مو طايقها. ما بعرف شو بدي لك، بس يبدو الواحد فينا صعب يصمد امام شروط الواقع القاسية. لقمة العيش كل ما لها عم تبعد، وكل ما بعدت اكثر كل ما ازداد الواقع شراسة.